مرحبا بكم مشاهدينا في هذا الحوار الخاص مع السيد رئيس مجلس نواب الشعب الأستاذ راشد الغنوشي من مجلس نواب الشعب على الوطنية الأولى، وشكرا على متابعتكم لنا تقريبا قرابة الساعة في هذا الحوار. طبعا هذا المجلس اللي تحاك فيه خيوط اللعبة السياسية، هذا المجلس اللي تحدد فيه مصائر الحكومات وأيضا تحدد فيه ملامح طريق تونس إلى المستقبل من خلال الجلسات العامة ومن خلال المصادقة على مشاريع القوانين اللي يختاروها أعضاء مجلس النواب، إما إلى جنة أو لا قدر الله إلى نار، إما إلى إنقاذ وإصلاح أو إلى إفلاس وفساد حسب الاختيارات الكبرى اللي حددها هذا المجلس. شنو هي أولويات العمل البرلماني اليوم، وما هي ملامح الطريق اللي اختارها مجلس نواب الشعب أو باش يختارها إن شاء الله في المستقبل؟ كيف هي العلاقة بين السيد رئيس مجلس نواب الشعب وبين السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس الجمهورية، وكيف ستكون العلاقة بين الرؤساء الثلاث؟ هل ستغلب الأحزاب داخل قبة هذا المجلس المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية؟ وكل هذه النقاط بطبيعة وأخرى إن شاء الله باش نطرحوها اليوم مع السيد رئيس مجلس نواب الشعب في هذا الحوار الأستاذ راشد الغنوشي. سعداء جدا بوجودكم معنا سيد الرئيس، وشكرا على قبول الدعوة. أهلا بك. أهلا بك سيد الرئيس. حوار طال شويه وعندك مده كبيره ما تعديش معنا سيد الرئيس. صحيح. مرحبا بك. طيب توضيح صغير، راهو احنا حفاظا على اجراءات الوقايه الصحيه بالطبيعه احنا كنا لابسين الكمامات، ولكن نحيناهم لضروره الحوار ولضمان موجود التباعد المسافه الاجتماعي موجود، فما عندناش مشكل هوني في الحوار. ثم ايضا نقطه اخرى نحب نوضحها سيد الرئيس قبل ما نبداو حوارنا، انه هذا الحوار تمت البرمجه ليه منذ مده كبيره برشا، منذ فتره، ولكن نظرا لالتزامات السيد رئيس مجلس النواب الاستاذ راشد الغنوشي تم تاجيله اكثر من مره، فلذلك تم تحديد هذا الموعد بالنسبه لليله، وان شاء الله ناتيه على كثير من النقاط. السيد رئيس مجلس نواب الشعب، قبل ما ندخل في حوارنا حول اعمال المجلس، حول العلاقه مع الحكومه ومع رئاسه الجمهوريه، يهمني تشخيصكم الساعه للوضع الصحي اليوم. كيفاش تراوا الوضع الصحي اليوم؟ كيفاش تراوا ايضا الاجراءات اللي خذتها الحكومه مقابل هذا الوضع؟ هل هي في مستوى ترتقي الى مستوى هذا الوضع واجراءات تعتبرها معناها مفيده، والا ترى انه هناك تقصير في جانب ما؟ بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. بدءا احييك واحيي عبرك شعبنا المناضل الابي، واحيي نواب المجلس ونائباته والاطار الاداري والاستشاري والحراس والعملاء والصحفيين وكل الذين يعملون في هذه المؤسسة العتيدة. شكرا لك. تقديري بأن مجلس النواب يعمل في ظروف معقولة، في ظروف مرتبطة بالحالة الصحية، والمجلس كان سباقا في الحقيقة إلى التنبيه إلى خطر هذه الآفة، فمنذ 15 مارس انعقدت ندوة هنا، ندوة الرؤساء، للنظر في هذه الآفة التي كانت جديدة في ذلك اليوم، ودعا المجلس إلى غلق كامل للحدود من أجل السيطرة. اتخذ هذا القرار بعد حوالي أسبوع، 22 أو 23 من شهر مارس اتخذ قرار الغلق، حيث ذلك الأسبوع يعني كان في خسائر. أردت أن أقول بأن المجلس منذ البداية كان مهتما بهذه الآفة وحرص على أن يعمل في كل الظروف، ولذلك استخرج إجراءات استثنائية تمكن المجلس من مواصلة عمله في كل الظروف، وفعلا كان الأمر كذلك. المجلس أيضا تفاعل إيجابيا مع هذه الآفة، فأعطى الحكومة، حكومة الإخفاق في ذلك الوقت، أعطاها سلطة سن القوانين بالمراسيم، يعني تتخذ إجراءات بعد ذلك ينظر فيها المجلس. والنواب أيضا دخلوا في صراع مع هذه الآفة ومع شعبهم، وعدد من النواب أصيب يعني بهذه معنى مسته هذه الآفة، بحيث المجلس هو جزء من الحالة الشعبية. وتقديرنا بأنه الوضع الصحي العام في البلاد يتسم بالخطورة، وما زلنا حتى الآن ما وصلناش للأوج،
حتى ناخذ طريق التراجع وطريق التعافي. شعبنا مش باش تغلبوا هذه الآفة بإذن الله ان شاء الله. باش نتغلبوا عليها كما تغلب البشرية، تغلبت على آفات أكبر من هذه مرت على البشرية. والأسرة البشرية التي انطلقت من زوجين، من آدم وحواء عليهما السلام، يعني صارت هذه الأسرة في مسار صعب، يعني داهمته الوحوش وداهمته الآفات والأوبئة، ولكن في النهاية البشرية التي كانت شخصيا الآن أكثر من 6 مليارات، فشعبنا شعب تونس الأبي اللي تعرض لمحن كثيرة وتغلب عليها، سنتغلب بإذن الله على هذه المحنة. ولذلك نحن ندعو إلى، والمجلس دعا إلى هذا في بياناته، إلى الترفيع من مستوى أداء المؤسسة الصحية. جيشنا الأبيض رجالا ونساء وعمالا يستحقوا كل الدعم ويستحقوا كل التقدير. سيد رئيس المجلس، أنت مهم جدا بالطبيعة أنك تبعث موجة إيجابية وتفاؤل وأمل في الشعب التونسي، وهو شعب أبي كما قلت، ويصمت أمام الأزمات هذه إن شاء الله ما فيوش نقاش. لكن احنا نمر بظرف استثناء سيد الرئيس، معنا عندنا أزمة اقتصادية كبيرة برشا، عندنا أزمات كبيرة، مستوى المعيشي معناها الحقيقة صعب جدا على الناس، زيدها أزمة صحية. أنتم مكتب المجلس كان بشكل او باخر ضغط على حكومه الفخفاخ كيف ما ذكرت سيادتك في اجتماع 15 و 16 مارس لفرض الحجر الصحي التام وغلق الحدود. علاش مثلا ما قمتوش بنفس الطريقه او بنفس الشيء مع حكومه السيد هشام المشيشي؟ تراو انه مثلا ماهوش ضروره غلق الحدود اليوم، خاصه انت هيك ترى الحقيقه ما زالت كما قلت انت الازمه موجوده وعدد المصابين ما زال متزايد. الاستمرار في غلق الحدود غير واقعي، يعني غير واقعي، لأنه نحن بلاد ما عندهاش موارد طبيعية، موارد يعني تستطيع أن تعوض عن العمل، عن الجهد اليومي. التونسي يعيش بعرق جبينه، نهار ما يخدمش ما ياكلش، ولذلك لابد من حكمة أو حوكمة في التعامل، حوكمة رشيدة للتعامل مع هذا الداء، على نحو أنه فيه إغلاق نسبي، فيه وفي مجال يبقى هناك مجال للإنتاج ومجال العمل، لأنه إذا تعطلت آلة الإنتاج ونحن خسرنا كثيرا، يعني وصلنا ل 20% عجز يعني والمشين. صحيح. بحيث لا تستطيع الدولة أن تواصل الإغلاق وفي نفس الوقت تستجيب لمطالب العيش ومطالب الصحة ومطالب الأمن. لا، ما يمكن هذا، فلا بد من مراوحة يعني بين هذا وذاك يعني. طيب، بديت دورة برلمانية جديدة وأنهيت دورة برلمانية سابقة. كيفاش تقيم سيد الرئيس مجلس النواب الدورة البرلمانية السابقة، وهل أنت راض عن أداء البرلمان في تلك الدورة؟ عموما نعم، يعني البرلمان يعمل في ظروف صعبة بميزانية محدودة. نحن ميزانيتنا أقل الميزانية، يعني 0 يعني حيث 42 مليون. 42 مليون دينار. 42 مليون دينار. ونحن هذه السنة نظرا للوضع الصحي في البلاد والوضع الاقتصادي، نحن ربما المؤسسة الوحيدة من مؤسسات السيادة اللي نقصت من الميزانية متاعها، إلا 2 نحن نقصنا من الميزانية متاعنا حتى نتفاعل مع وضع الشعب يعني والوضع الصحي اللي تمر به البلاد والوضع الاقتصادي. عموما البرلمان يعمل ويؤدي واجباته التشريعية وواجباته الرقابية، ما تخلفش عن أداء هذه الواجبات في أتعس الظروف اللي مرت بها حالة الكورونا. وبالتالي يكفي أن نلقي نظرة هنا على هذا الأداء، نقارن مثلا بين أداء المجلس في هذه الدورة بنفس الفترة في الدورة السابقة، لنجد الأرقام التالية: عدد أيام الجلسات العامة في هذه الدورة النيابية هذه اللي مرت 43 في المجلس الماضي. في هذا المجلس عدد الدورات 51. عدد ساعات المداولات في الدورة الماضية 203، في هذه الدورة 337. عدد القوانين المصادق عليها، وهذا مهم، 27 قانون في الدورة متاع 14-19.
في الدورة 19 واللي ماشي مستمرة 42 قانون. عدد الجلسات الرقابية 66 في الدورة الماضية. في هذه الدورة 16 مش 6. يعني في الدورة الماضية 6، في هذه الدورة 16. التدخلات خلال الجلسات العامة 1542 في الدورة الماضية. في هذه الدورة 2241 إلى آخر ذلك. وتستطيع هذا كتيب ثم أصدرتوه لي فيه نعم. العمل البرلماني الكل. طيب، هو على مستوى الأرقام والإحصاء أنا تابعت وشفت اللي فعلا مقارنة بالدورة السابقة فعلا على مستوى النسب ومستوى عدد المشاريع القوانين المصادقة عليها أكثر. لكن علاش فما انطباع سيد رئيس المجلس في ذهنية المتابع اللي أكثر ما ريناه أو الصورة اللي قعدت في إذهاننا أنه فما مناكفات، عراك، تبادل عنف سياسي بين أعضاء المجلس؟ هذا صحيح. في الحقيقة البرلمانات في العالم كله مش مكان للتمثيل، الناس تمسح على بعضها، ومكان ومكان يبرلي معناها وعدي جاي باش يعمل عركة. يقول لي جاي باش يعمل عركة، ولكن معناها طبيعة البرلمانات طبيعة معارضة، طبيعة اللي يراقب ما يمسحش على بعض، يراقب باش يشوف وين الخلل ويحط الكاميرا على الخلل، بحيث طبيعة البرلمانات. ولذلك تأكد بأنه الأثاث متاع البرلمان ما تمسش إلا العركات هذه. كراسينا وطولنا كلها لبس ما تمسش لباس الحمد لله. وأيضا ما تدخلش البوليس باش يحز ما بين الناس يتعاركوا، وما وقعش مجاريح، حيث ثم قدر من العنف، نستطيع أن نقول بين قوسين العنف اللفظي أحيانا أو التعبير الحاد. ما ننساوش أنه نحن في ديمقراطية ناشئة، وما ننساوش بأنه هذه سنة أولى متاع البرلمان، أظن الناس تقابلوا لأول مرة من اتجاهات مختلفة ومن مناطق مختلفة، ما زالوا حتى ما تعرفوش على بعضهم. ولذلك أيضا نحن المؤسسة الوحيدة اللي عايشة تحت الكاميرا ليل ونهار، معناها أعمال الجلسة العامة واللجان وكل ما يدور في هذه المؤسسة هو تحت الكاميرا. المؤسسات الأخرى مش هكا، المؤسسات الأخرى مش دائما تعمل تحت الكاميرا. مجلس الوزراء عندما يجتمع تلتقط له صورة، أما ما يدور في مجلس الوزراء معناها لا تكشفه الكاميرا. أعمال بشرية يعني ممكن الناس يختلفوا، ولكن اختلافات أهل مجلس النواب تحت الكاميرا وتلتقط لحظة بلحظة وساعة بساعة. فشيء إذا أنا نشوف اللي ثم تهويل شوية لخصومات مجلس النواب، وأتوقع أنا في السنة الجديدة أن يكون الأمر أكثر هدوءا. لا تزعجك الخصومات هذه وما تقلقكش حتى وإن كان أحيانا مثلا موجهة لشخصكم لشخص رئيس مجلس نواب الشعب؟ على كل حال أنا حمدت للنواب الذين أجلسوني 20 ساعة متوالية في زملائي وزميلاتي للمحاسبة، وهذا من حقهم وحمدت لهم ذلك، واعتبرت أن ما قاموا به من واجباتهم وأنه مفيد لي يعني. وأتوقع بأنه هذه التجربة تنضج مع مرور الأيام. في بعض البرلمانات القريبة منا في أوروبا النائب أحيانا يحمل بالبوليس خارج القاعة. نحن الحمد لله ما عندناش هذا، وأصلا القانون بتاعنا ما يسمحش بهذا ولا نحتاج إليه. طيب، ما تراش أنه إذا زاد الشيء حده انقلب شوية إلى ضده؟ معناه كثر ساعات، سامحني سيد الرئيس مجلس النواب الشعب. المهم الخدمة، المهم المرفق هذا واصل ولا تعطل؟ لا، يمشي يخدم على روحه. يخدم على روحه. مثلا ما جاتناش من الحكومة معناها مشاريع قوانين وما عديناهاش أو ما ناقشناهاش، ما مرتش أحداث في البلاد وما اهتمناش بها، قاعدين نقوموا بدورنا الرقابي. عدد الأسئلة الكتابية في الدورة الماضية ما ثم شيء، ما ثمش أسئلة كتابية. المرة هذه 1206 سؤال كتابي في الدورة الماضية. عدد الأسئلة الشفهية المرة الماضية 9، هذه المرة 77 سؤال يعني كتابي. هناك لجان تحقيق، في المرة الماضية 0 لجان تحقيق، المرة هذه عندنا 2 لجان تحقيق قمت بالعمل متاعها، حيث العمل مش قاعد يتأخر ولا يتعطل ولا يتأخر، قاعد يتقدم. طيب، أنا هي مشاريع القوانين السيد الرئيس اللي تعتبرها إنجاز لمجلس النواب الشعب في دورته السابقة مثلا؟
القوانين ذات البعد الاجتماعي، وخاصة قانون الاقتصاد التضامني، التمويل التشاركي، تشغيل العاطلين من طالت بطالتهم أكثر 10 سنوات، حيث هذه منظومة مهمة، منظومة اجتماعية مهمة يعني تنضاف إلى المنظومات السابقة لتؤكد على أهمية البعد الاجتماعي في ثورة تونس. طيب، فما بعض المؤاخذات التي توجه إلى مجلس نواب الشعب ورئيس مجلس نواب الشعب أو رئاسة مجلس نواب الشعب، من بينها سيد الرئيس أنه بعض الكتل تستنكر أنه هناك ما يسمى بمؤسسة رئاسة مجلس النواب، والبيانات الصادرة عن هذه المؤسسة يعتبروا أن البيانات الصادرة ما يتمش فيها التشاور مع الكتل أو لا تصدر باسم البرلمان، تصدر باسم مؤسسة رئاسة البرلمان، فيعتبروا هذه حاجة ماهيش عادية، وبالنسبة لهم ما فماش مؤسسة رئاسة البرلمان. شنو تقول سيد الرئيس؟ ليس دائما، يعني هناك مؤسسة رئاسة البرلمان، لأن هناك رئيس برلمان وهناك نائبان وهم يتشاورون، يعني هذه الثلاثة هؤلاء يمثلون رئاسة المجلس، فنحن رئاسة جماعية يعني مش رئاسة فردية، وأصدرنا بيانات نقدر بأنها محل إجماع مش محل خلاف، والتضامن مع نائب لا يحتاج إلى اجتماع هيئة عامة أو جلسة عامة، لأنه هذا من واجب رئاسة المجلس أن تتضامن مع كل نائب يتعرض للاضطهاد داخل المجلس ولا خارج المجلس. كل النواب. كل النواب. طيب، شنو أولويات العمل البرلماني؟ بدون استثناء. بدون استثناء. أولويات العمل البرلماني في المرحلة القادمة سيد الرئيس؟ هي أولوية وطنية، يعني ساعة نواكب ونشارك مشاركة فعالة في رفع هذا التحدي. هناك تحدي وجودي للبلاد هو تحدي الفيروس هذا، وبالتالي نحن مشاركون مع شعبنا في مواجهة في رفع هذا التحدي. ثم هناك أولويات أخرى، أولوية المحكمة الدستورية اللي كنا نود أنها تكون قد قامت منذ الدورة البرلمانية الماضية، ونشعر بالتقصير الكبير في تأخر الصدور أو إقامة هذه المؤسسة اللي هي حارسة للنظام، حارسة للنظام الجمهوري، حارسة للنظام الديمقراطي، لتقسيم السلطات، لحسن سير دواليب الدولة بدون أن يناقض بعضها بعضا، وهي بالتأكيد لمصلحة البلاد ولمصلحة الدولة ولكل مؤسساتها، وليست موجهة ضد زيد أو ضد عمرو، وإنما هي لخدمة الاستقرار الديمقراطي في البلاد. واضح. ثم إضافة إلى المحكمة الدستورية، إضافة إلى المحكمة الدستورية، القانون الانتخابي أيضا مطلوب أيضا تطويره على نحو أنه يضع حد أو ينقص على الأقل من حالة التشتت السياسي اللي تعيشها البلاد ويعيشها المجلس، بحيث تقصد النظام الانتخابي الكل، بما فيه مسألة الأحزاب وتمويل الأحزاب، كل القانون الانتخابي الكل، وهو تحت أن يعاد فيه النظر. يعني أيضا تطوير القوانين الداخلية للمجلس، وهذا أيضا هو محل نظر المجلس. تطوير المنظومة الاجتماعية، من مثل هناك مبادرات لتقسيم الأراضي، باعتبار أن تونس دولة غنية في الحقيقة لشعب فقير. غنية الدولة، تبدو فقيرة الدولة ولكن غنية في الحقيقة بما تملكه من أراضي، معنا عندها مخزون من الأراضي هائل، يعني 100,000 من الهكتارات مفترض هذه توزع على الشباب ويمول الشباب، يعني يعطى قروض استثمارية وتتكون مجموعات تعاونيات. أنا زرت ماليزيا، وشعب ماليزيا كان شعب فقير، كنا زي بعضنا في الستينات، نحن وماليزيا زي بعضنا. لا نشوف ماليزيا فين ونحن فين، من أسباب تقدم ماليزيا الجانب الزراعي، والمتمثل في زراعة زيت النخيل. هو نخيل ولكنه يثمر، يستخرج منه الزيت. أصبحت ماليزيا هي الدولة الأولى في العالم على هذا الصعيد. شملت وزع الأراضي على صغار الفلاحين وعلى الشباب، على الباعثين الشبان، وكونوا لهم تعاونيات، مانيش باش نقول تعاضديات،
تعاونيات. ولكن تعاونيات تمشي مع فلسفه الاقتصاد التضامن تجربة الاجتماعي. التعاضد أجهضت يعني. تجربه احمد بن صالح الله يرحمه سي أحمد. طيب. أي قلت في هذه التعاونيات كل واحد أعطاه قطعة أرض وأعطاهم وسائل إنتاج مشتركة، يعني بحيث كل حومة كل تعاونية فيها ملكية فردية، كل واحد يملك قطعة أرض متاعه، ولكن وسائل الإنتاج يعني جماعية. وأيضا الدولة تتولى تسويق المنتوج. فالآن قرى هذه غنية جدا، يعني لماذا نحن أراضينا مهملة هكذا وشباننا عاطلين وآلتنا معطلة؟ لا مبرر لهذا، بحيث مطلوب إصدار قانون لتوزيع الأراضي في تونس. هذه الأراضي الاشتراكية وأراضي الدولة وما إليها كلها ينبغي أن يملك التونسيين. نريد لكل تونس أن يكون مالكا، لأن البلاد اللي ما تملكش فيها شيء معناها ماكش باش تدافع عليها بالقدر الكافي. ولذلك نحن نريد تمليك التوانسي الكل، وتوزيع الأراضي المهملة هذه يرفع إنتاجيتها ويثبت المواطن في أرضه وما يبقاش يرمي روحه في البحر والأراضي مهملة. عليش هذا؟ معنى العقل التونسي كأنه عاجز مصاب بإعاقات، لازم نزيل الإعاقات. أنا نشعر أن تونس أنه عملاق مكتف. بيش مكتف العملاق التونسي هذا؟ عنده عقل وعنده ذكاء وعنده تاريخ وعنده ثقافة، ولكن مكتف بقوانين مشحفة مكبلة للمبادرة الحرة، مكبلة معناها للإبداع. مطلوب تسريح، عتق، يعني فك أسر هذا التونسي حتى ينطلق. والمجلس النواب ينبغي أن يقوم بهذا الدور من خلال تقديم مبادرات تحريرية لهذا العملاق. سيد الرئيس، أنت توك جبت الموضوع هذا، كل ما ذكرت مهم جدا ومربوط أساسا بالإرادة السياسية، وتحرير الإرادة السياسية ينطلق من هذا المجلس معكم أنتم. أي نعم، هو كذا. طيب، طبعا المهم برشا انك حكيت على اولويات العمل البرلماني فيما يتعلق بالمحكمه الدستوريه والقانون الانتخابي، ولكن العوده اللي بدات كانت بالنسبه لكثير من الهيئات والمنظمات سيد رئيس مجلس النواب مفزعه. صوروها بانها عوده مفزعه لانه بالنسبه لهم هما تم النظر في جلسه عامه في مشاريع قوانين اللي ما تمش بالنسبه لهم هما الاتفاق مع اهل المهنه فيها، واللي تم تسريع النظر فيها برغم اللي التسريع ما كانش مبرر. من اهمها هو تنقيح المرسوم 116 اللي برغم معارضه كل الهياكل ليه هذا المرسوم الا انه تم الاصرار على تمريره. سيد رئيس مجلس الشعب، انا سؤال مباشر وصريح، اولا علاش تم الاصرار على تمرير هذه التنقيحات؟ ثم هل كان هذا في اطار رد الجميل للسيد نبيل القربي ولحزب قلب تونس؟ هذه مبادرة تقدمت بها كتلة الكرامة، ائتلاف الكرامة، وككل المبادرات تاخذ طريقها. موش رئيس المجلس ولا مكتب المجلس يتحكم، هناك إجراءات يعني للتعامل مع هذه المبادرات تتعدى للجنة المختصة، واللجنة المختصة ترجعها للمكتب، والمكتب يبرمجها في أمد معدد تطيح ولا تتعدى. فهذه مبادرة إذا مرت بنفس هذه الآليات اللي تمر بها كل المبادرات. طيب، هل مجلس نواب الشعب هو من طلب من السيد رئيس الحكومة سحب مشروع قانون الاتصال السمعي البصري لترك الفرصة لمبادرة ائتلاف الكرامة حتى تمر هذه المبادرة في الجلسة العامة؟ لا، ما تمش التنسيق معكم سيد الرئيس؟ لا تمش. أنا ما تمش التنسيق معي يا رئيس المجلس. ما تمش التنسيق معك، فأنا ما تمش التنسيق مع المجلس. طيب، مثال بعد إذنك زاد في نفس الإطار، كانت هناك مؤاخذات كثيرة على الإجراءات الاستثنائية وكثير على من كل حال أنا أريد أن أؤكد في هذا الموضوع أنا إيماننا العميق والدستور نطق بذلك، يعني بحرية التعبير. هذا أهم مكسب للثورة، ولذلك نحن حريصون على المحافظة عليه وتعزيزه. بطبيعة الحال ما ثماش حرية مطلقة في العالم، كل الحرية تنظمها القوانين، ولكن القانون لا ينبغي أن يحيف على الأصل. الأصل هو الحرية، وبالتالي فالمجلس لا يملك إلا أن يقف مع الحرية، وأن يقف مع الصحافة، وأن يقف مع كل وسائل الإعلام حتى تقوم بدورها يعني. ولكن أيضا في تمرير مشاريع القوانين، والموضوع كله هو موضوع الحوكمة. يعني كيف يدار هذا القطاع على نحو أن يكون انسجام، توافق
بين حرية التعبير وبين المحافظة على الأوطان والمحافظة على النظام العام، أي على المقومات الأساسية للوجود. فالحرية لا ينبغي أن تحيف على مقومات الوجود من مثل الوحدة الوطنية، من مثل حرية الضمير وما إلى ذلك. وطبعا زاد في نفس الإطار سيد رئيس المجلس، أنت رجل تدعم كثيرا مسألة التوافق في كل المجالات، فمهم جدا أنه زاد يكون هناك اتفاق مع أهل المهنة، مع أهل القطاع في تمرير بعض مشاريع القوانين اللي قد تغير مسائر القطاع. بالضرورة، يعني القضايا الكبرى في بلادنا هذه ما تمر إلا بالتوافق. طيب على ذكر التوافق، دستورنا سنة بالتوافق، وهذاك علاش حظي بموافقة أكثر من 90% من النواب. وسياسة التوافق هي التي صنعت الاستثناء التونسي في الربيع العربي. نحن استثناء الربيع العربي سقط وبقيت شمعة تونس تضوي. سبب من الأسباب هو سياسة التوافق، رغم القدح فيها، رغم هناك من قدح فيها، رغم ما تعرضت له من قدح ولذلك نحن بهالمناسبة نترحم على شريكنا في التوافق الأستاذ الرئيس الباجي رحمه الله. طيب على ذكر التوافق والحديث عن الوضع والصراعات السياسية الموجودة اليوم سيد رئيس مجلس نواب الشعب، اليوم فما صراعات سياسية كبيرة برشا، وفما أزمة سياسية حقيقية اللي ما نجموش ننكروها، وربما ألقت بظلالها على الأزمة الاقتصادية وعلى الوضع العام اللي احنا عايشينه. معناها ما تنجمش تخدم الحكومة أو مجلس النواب أو حتى رئاسة الجمهورية إذا كان فما صراع سياسي يلقي بظلاله على الرئاسات الثلاث. محافظ البنك المركزي نفسه في الجلسة الأخيرة سيد رئيس يقول أنه راهو حل الأزمة الاقتصادية ما يكون إلا باستقرار سياسي. راهو ما نجموش نحكيه على حل للأزمة الاقتصادية إلا ما يكون هناك استقرار سياسي. حسب رأيك شنو الحل لتحقيق هذا الاستقرار السياسي؟ التوافق. ونستطيع أن نستبدله إذا الناس قلقت من الكلمة هذه. رغم البلاد محتاجة لمزيد من التوافق. العيش المشترك، كان الرئيس الباجي كان يقول نحن والنهضة ماناش متحالفين ولكن متعايشين. فالعيش المشترك قواعد نحن نحتاج إلى تأسيس وتعميق وتجذير مبادئ وقيم العيش المشترك. تونس لكل التونسيين. سياسة الإقصاء هذه ما عندها وين توصل. سياسة الإقصاء وصلت لكوارث. سياسة الإقصاء معناها هي تنظير أو تمهيد للتحارب الأهلي، وهذا شفناه نحن. ولذلك نحن وقت اللي أسقطنا، وأنا كان لي دور في هذا وتشرف به وأعتز، أسقطنا مشروع متاع سمي تحصين الثورة. تحصين الثورة، وهو ليس تحصين للثورة في الحقيقة، وإنما رميها في بحر من الفتن. كان ذلك منطلق في الحقيقة لسياسة التوافق بين منظومة الثورة وبين المنظومة اللي قبل الثورة. المنظومة اللي قبل الثورة خطت خطوة نحو الثورة عندما قبلت الدستور. عندما انضوت تحت دستور الثورة نحن قلنا من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. اللي دخل تحت قبة البرلمان، دخل تحت قبة الدستور، فهو ابن الثورة. وبالتالي كان من هنا تأسيس الاستثناء التونسي والنجاح النسبي الذي حققته الثورة التونسية بالقياس إلى ثورات مماثلة غرقت في الفتن وفي الانقلابات. ولذلك حتى الموضوع هذا موضوع صراع سياسي أو توافق، لا يعني ما يتعلق بالبنك المركزي علاقته بالحكومة، ما الأمور ما تمشي إلا بالتوافق. يعني لا نستطيع أن نفرض على البنك المركزي أنه هو يمول الميزانية، لأنه عنده إذن نشروا له مطبعة نقولوا له مطبعة نقولوا أطبع الفلوس وكهو، وما عندناش نخدموا لأنه ولا نطبعوا في الفلوس. لو تسمح توجيه على الموضوع الاقتصادي وعلاقة الحكومة بالبنك المركزي. خلينا في الصراع السياسي. أنت تحكي على التوافق سيد رئيس المجلس، لكن فما شروط لنجاح. أنت ذكرت لي موضوع البنك فمن هنا ذهبنا إلى التوافق. لا مش مشكلة، نرجع له بعد شوي. حبيت أقول لك أنه فما مبادرات
اليوم تدعو إلى حوار وطني، حوار وطني في مجال الاجتماع، حوار وطني في المجال السياسي، وحتى حالة طوارئ اقتصادية. اليوم رئيس الجمهورية طرح مبادرة نتاع مشروع قانون صلح، الاتحاد العام التونسي للشغل يحب يطرح أيضا مبادرة مماثلة. كل الأحزاب كثير منها يدعو إلى حوار وطني. كيفاش ينجح هذا الحوار الوطني وكيف السبيل لإنجاح فعلا توافق حقيقي؟ نحن كنا طرحنا من وقت بعيد ولا نزال نطرح مشروعا للمصالحة الوطنية، المصالحة الوطنية الشاملة والتي دعونا إليها حتى قبل الثورة في الحقيقة. المصالحة الشاملة التي لا تستثني أحدا والتي لا تتعلق فقط بالجوانب المالية، لأنه يبدو مشروع الرئيس يتعلق بالمصالحة في دفع التنمية في الجهات، دفع التنمية في الجهات، في موضوع المصادرة، يعني الأموال المصادرة هذه. ولكن الموضوع المصالحة أشمل من هذا. موضوع المصالحة يشمل الاعتداءات، المحاكمات السياسية والاعتداءات على حقوق الإنسان. وهذا الملف اللي خدمت عليه بن سدرين مدة وجمعت فيه وثائق، وهو عمل مشكور وجيد، ولكن لم يكتمل هذا مشروع المصالحة، بحيث لا نستطيع أن نقول إن مشروع المصالحة فشل فشلا كاملا، لأنه أدى بعض المنجزات، ولكنه لم يحقق غايته في أنه الجرح هذا اللي انحل، جرح المظالم، معناها ما تدواش، ما تنظفش وتخيط، ومضينا إلى المستقبل، بحيث المتهمين أو المظنون بهم الجناية، ارتكاب الجناية، هؤلاء يجرجرون من محكمة إلى أخرى وما تسكرش ملفهم. الضحايا لم يعوض لهم بشيء، حيث الملف بقي مفتوح. مفترض أنه قانون جديد مشروع أنه يغلق الملف هذا، على نحو أنه تمضي تونس إلى المستقبل متخففة من الأحقاد والثأرات ومن الهم والحزن والشعور بالظلم. ممكن هذا سيد رئيس؟ ممكن، علاش لا؟ مرت تجارب كثيرة فيها عرفت مظالم أكثر من تونس، مثل جنوب أفريقيا والشيلي وغيرها، المظالم التي عرفت أكثر من المظالم اللي تمت في تونس، وفتح الملف وعولج معالجة صحية وأغلق، ومضت تلك البلاد إلى المستقبل متخففة من هذه الأوزار. تحت أي مظلة حسب رأيك ممكن تتم هذه المصالحة؟ ممكن تتم في المجلس. المشاريع كلها ينبغي أن تمر بالمجلس، اللي عنده مشروع يأتي به هنا. الأحزاب ينبغي أن تفكر، والأشخاص، رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، كل الجهات المعنية، كل الجهات السياسية مطلوب أنها تفكر في هذا الأمر وتقدم مشاريعها لتتحول إلى قوانين. هل تعيينك للسيد محمد الغرياني مستشارا ليك وكلفته بملف العدالة يدخل في هذا الإطار وإلا في؟ يدخل، نعم. هذا آخر رمز للنظام القديم، يعني عنده الباتين ده هذا. ما ردك على اعتقادات؟ عنده الباتين ده متاع آخر حزب حكم تونس، وبالتالي فأنه سيد محمد الغرياني، سي محمد الغرياني يعتذر بشجاعة عن ماضيه ويدخل ويعلن انتمائه إلى العالم الجديد، عالم الثورة والدستور، فيحمد له هذا، وحريون أن نتعاون معه من أجل أن نعبر الصحراء اللي ما زلنا ما عبرناهاش حتى الآن، يعني صحراء الأحقاد والثأرات والشعور بالغبن والشعور بالظلم أو الإفلات من العقاب إلى آخر ذلك. ولكن حليفكم ائتلاف الكرامة وبعض قيادات الحركة داخل الحركة يرفضوا تعيين السيد محمد الغرياني وتكليفه بهذا الملف، يقولوا أنه لا يمكن إرساء أو استكمال مسار عدالة انتقالية وإرساء مصالحة بشخص هو نفسه طرف. وجهة نظر، يعني ديكلارك في جنوب أفريقيا هزول المشقة، ولا آثامه أقل من آثام جماعتنا نحن لهنا، بأصبح نائبا لرئيس جنوب أفريقيا يعني. لكن سيد الرئيس احنا ما بديناش هكاك. باش بدينا نحن. نحن بدينا بثورة سلمية، لازم نكملوها سلمية. هذه أهم ميزة تونس. هذه القيمة المضافة التي أعطيت
الثورة أعطتنا قيمة مضافة، أنه نحن تخلصنا من نظام ديكتاتوري بوسائل سلمية، وبنينا، ومش بعد ذلك مش هذا فقط، وإنما على الجانب الإيجابي، بحيث مش تخلصنا من الشر، وإنما أسسنا لديمقراطية متميزة في العالم، في منطقة عربية محترقة. فهذه القيم الإضافية نحتاج تعزيزها بالمصالحة، مش نرجع للتالي، نرجع للحديث عن الانتقام والثارات يعني هذا نكوص. طيب نحتاج للحديث باستمرار والتأسيس للتسامح وللمصالحة وللوفاق، مش لتعميق التناقضات والاستعداد للحرب. يكفينا الحرب على الفقر، يكفينا الحرب على الكورونا. صحيح، توحيد الجهود ضد هذه الأزمات وهذه الملفات. المصالحة مهمة، مصالحة وطنية شاملة مهمة لتحقيق الاستقرار، ولكن فما من يقول سيد رئيس مجلس نواب الشعب أنه أيضا عدم الاستقرار السياسي من أهم أسبابه هو النظام السياسي. ماهوش معقول أنه تكون فما سلطة تنفيذية برأسين. صحيح لازم الفصل بين السلطات الثلاث، التشريعية التنفيذية والقضائية، لكن أنه يكون فما للسلطة التنفيذية رأسين، أنه يكون النظام له برلماني له رئاسي. هذا النظام استنباط تونسي ماهوش ماشي بالشكل اللي هو لازم يمشي به، فهو من بين أسباب عدم الاستقرار السياسي. ترى أنه فما ضرورة للنظر يا سيدي، مش تغيير، للنظر في النظام السياسي مرة أخرى. ما ثماش نظام سياسي مثالي، السياسة ما فيهاش مثالية، فيها سدد وقارب، فيها الوصول إلى حقائق نسبية، مش نظام مثالي. ولذلك المنظرون لنظر للديمقراطية يعرفوها مش هي أفضل نظام، وإنما هي أقل الأنظمة سوءا، وقيمة الديمقراطية تجي بمقارنتها بالأنظمة المقابلة لها، عندئذ تبدو قيمتها. الدنيا هذه كلها ما يجي، هذه سماها أرسطو دار الكون والفساد، ما يجي دار الخلاعة والراحة والعدل المطلق والحرية المطلقة والقيم. ما أنا ذاك اللي يتحدث عليه الفارابي المدينة الفاضلة، هذا خيال. إذن ما وصلنا إليه في تونس من محاولة توفيق ما بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي، محاولة للتوفيق، لأنه كانت الآراء مختلفة. واحد كان يجذب نحو قرطاج، والآخر كان يجذب نحو القصبة وباردو. كيفاش نعملوا في النهاية؟ لأن لنصل إلى دستور توافقي في يوقع عليه 90%، كان لازم نعطيه شوية للرئاسيين وكثير للبرلمانيين، فوصلنا إلى هذا النظام. المشكل مش في هذا النظام، رغم فيه مشكلات هو، ولكن المشكل الأكبر هو في القانون الانتخابي. لو القانون الانتخابي يفرز لنا حزبين ولا ثلاثة، حزب معارض، حزب يحكم وحزب يعارض، أرى المشكل محلول. أرى صاحب القصبة يمثل معناه ياخذ شرعيته الكاملة من البرلمان، ووراءه حزب قوي يحميه، وكل واحد يشد بقعته. إذا ما ثماش ضرورة بالنسبة لك بعد 10 سنوات من مراجعة النظام السياسي؟ ما ضروري مراجعة النظام السياسي، يمكن نراجعه، ولكن نعطوه فرصة أكبر للتفعيل. الآن مطلوب أن نغير النظام الانتخابي بما يفرز أغلبية وأقلية، حتى نجد أغلبية تتحمل الحكم، تتحمل المسؤولية. مش كما الآن، لا شكون يحكم في تونس بسبب القانون الانتخابي هذا؟ شكون يحكم؟ مش معروف شكون يحكم، لأنه حطينا الأحزاب على برا، أحزاب كثيرة حطيناها على برا، وجينا بحكومة تكنوقراط. لماذا نعملوا في السياسة؟ وليش نكونوا في الأحزاب؟ وليش نعملوا انتخابات إذا في النهاية نوصلوا حكم ما عندوش لون سياسي؟ هو على مدى 10 سنوات اللي حكمت في تونس حركة النهضة سيد الرئيس. نعم، اللي حكمت في تونس. وسألتني قلت لي شكون يحكم في تونس، وليت تسأل هذه جاوبتك. نعم. هكذا أصحابك يقولوا. وأنتم ماذا تقولون سيد الرئيس؟ نقول تونس ما فيهاش الآن النظام الانتخابي، وصلنا إلى وضعية ما ثماش حاكم. شنو هي الخلفية التي وضع بها النظام الانتخابي؟ معروفة، كانت خلفية استبعاد حزب قوي، حزب عنده أغلبية. الحزب اللي كانت عنده أغلبية معروف في ذلك الوقت. طيب،
اليوم سيد رئيس مجلس النواب باش يبدا مناقشه قانون الماليه التعديلي 2020 وقانون الماليه 2021. شاهدنا احنا الجلسه العامه اللي كان حاضر فيها السيد محافظ البنك المركزي، واللي بشكل مباشر او غير مباشر رفض اقراض الدوله التونسيه للي هي مبرمجته في مشروع قانون الماليه. طبعا في مساحه مشكورين للحكومه انهم عدلوا في عدد في نسبه القروض او مقدار القرض اللي هي طلبته. تقريبا كان 10 مليار دينار في القانون التعديلي، يمكن باش يولي 3 مليار دينار، وايضا في حدود 20 مليار دينار في 2021. هذا ايش معناه؟ معناه انه نسبه التداين باش ترتفع زاده بشكل كبير برشا، وانه مازلنا متجهين الى التداين في خلق موارد لميزانيه الدوله. محافظ البنك المركزي يرفض هذا. هل بالنسبه لكم كرئيس مجلس نواب الشعب باش تدعموا الحكومه في مشروع قانون الماليه نتاعها، ولا باش تدعموا السيد محافظ البنك المركزي في الموقف نتاعو؟ باش ندعموا مصلحه البلاد، اللي هي مصلحه البلاد في انه توفي بالتزاماتها في الداخل والخارج، وتنقذ الماليه العموميه ما تطيحش، وهذا ما يتم الا بالتعاون بالتوافق بين الحكومة وما بين البنك المركزي. والسيد رئيس البنك المركزي صرح بنفسه، قال البنك ماهوش جزيرة معزولة، صحيح عنده استقلالية ولكن ما هيش استقلالية عن مصلحة البلد. وبالتالي فهذه الميزانية التكميلية مطلوب أنه تجميعها، خبرانا يقولون بأن ممكن تجميعها من 3 مصادر، مصدر منهم البنك المركزي، والمصدر الثاني قروض أجنبية هي موجودة الآن أصلا موقع عليها البرلمان، يعني هناك اتفاقية قرض موقع عليها البرلمان. والقسم الثالث يأتي من البنوك الداخلية، حيث هناك وضعية المالية العمومية وضعية تعبة لا شك، ولكن يعني ماناش في مرحلة إفلاس كما يقولون. الأستاذ الباجي رحمه الله كان يقول نحن التوانسة كثيرا ما نصاروا على حافة الهوي لكن ما نطيحوش. إن شاء الله ما نطيحوش إذا نحن تعاوننا، وإذا رجعنا للميزانية مصادر تمويلها، لأن مصادر التمويل إذا ثم جابية فيها تصرف باستمرار، يعني يخرج منها الماء ولا يدخل نظيره، في النهاية باش تنشف. كيف الخزينة بتاعنا باش تنشف إذا نحن نصرف ياسر ما ننجوش ما نعملوش. في وقت نوير الله يرحمه كان كثير ما في السبعينات كثير ما كان يتحدث عن الإنتاج والإنتاجية، حتى عاد ما عاد يتكلم عن الإنتاج والإنتاجية، لا الناس كل تتكلم على الأجور ضعيفة، الأسعار مرتفعة، والعنصر الآخر المهم في المعادلة الاقتصادية اللي هو الخدمة. وين هو الخدمة؟ قداش نخدمه؟ شنو اجتهادنا؟ شنو بذلنا؟ شنو أعطانا؟ شنو القيم المضافة التي نعطيها لعملنا، بحيث ثم اختلال في المعادلة الاقتصادية، ثم اختلال. العنصر الأساسي هو عنصر الإبداع والإنتاج والإنتاجية والقيمة المضافة، معناها هذا ضعيف. وهذاك علاش معناها الآن ما ناش عاملين بالحكمة البسيطة اللي عند العرب، يقول لك أنا أمد رجلي على قدر مد ساقيك على قدر الحافة، على قدر كيساي. هذه حكمة بدوية لو عملنا بها في الاقتصاد رانا مش نهار الكل نطالبوا بالزيادات بدون مقابل ذلك ما ثماش زيادة في الإنتاج. معناها الثروة متاعنا قاعدة تتخلص، والشهريات الأجور حجم الأجور قاعد يزيد، الميزانية كلها باش تتبلع في الأجور، والإنتاج فينه؟ حيث مطلوب أنه نحن، ولذلك نحن نفرح وقت اللي نسمع الفانا معناها انحلت. لازم الفانات كلها نحلوها، ثم فانات في مخاخنا لازم تنحل، وثم فانات في مجتمعنا وفي قوانيننا لازم تنحل كل الفانات. شو تعليقك على اتفاق الكامور؟ فما اللي قال انه هذا ضعف الدوله وانتقدوه بشكل كبير. ضعف الدوله وقت اللي اهم مورد من مواردها يتسكر، هذاك هو قوتها. هو معقول انه الجهه التي تنتج اكبر ثروه فيها اعلى نسبه بطاله؟ هذا معقول؟ تطاوين فيها اعلى نسبه بطاله في البلاد،
ما يجيش هكا. نحن في أمثلتنا العامية يقولوا ما تخرج الصدقة إلا ما يتززوا جزم مالها، وهذا قانون إسلامي أصلا، وهذا ينطبق أيضا على الفوسفات. كيف المفروض راهي منطقة الفوسفات راهي منطقة مزدهرة، هذا الآن خصوا لهم مثلا 80 مليون كل عام حطوهم في بنك لتشغيل للاستثمار في هذه الجهة، تولي منطقة ازدهار، منطقة تطوير. الدولة ربحت وهم ربحوا، كون أعطيناهم 10% ولا 5% من الإنتاج، هم ربحوا باش يولوا منطقة ازدهار، والبلاد كلها ربحت. بينما تسكير الفانا شكون ربح فيه؟ يوليوا يسكروا لك فانات في بلاصة أخرى ويطالبوك بنفس الشيء. ما ربح فيها كان الشيطان. باش يوليوا يسكروا سيد الرئيس الفانات في بقايا آخرين. ليش اللي عنده فانا، نحن اللي عنده رزق معناها نعطيه حاجته منه قبل كل شيء. مش معقول واحد يخرج من منطقته الماء وهو عطشان، يا أخي هو أولى بأن يشرب بالساعة، واللي يفضل عليه نعطيه للبقايا الأخرى، وهكذا. إذا أنت مع الحل اللي تم مع الحل لأنه كل منطقة هي الأولى بالاستفادة من مواردها، وما يفضل عنها يمشي لغيرها، وهكذا. طيب، الحكومة أمامها كثير من الملفات الكبيرة، وما ثماش منطقة ربي حرمها من الرزق. ربي مخلق وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا ما الفقر أخشى عليكم، ولكن قلة التدبير، قلة التفكير، قلة الإبداع، قلة الشغل، قلة التعب. أما ما ثماش منطقة، بلادنا غنية ولكن تحتاج للإبداع والاختراع والقيمة المضافة. علاش الزيت متاعنا معناها نصدروا فيه صبة، بينما يمشي يعمل خطوة ينقز البحر يولي يضاعف 6 7 8 مرات السوق متاعه. صحيح. شنو اللي نقصنا نحن التوانسة باش كل منتوجاتنا يولي عندنا أحسن تعليم، نعطوا تعليمنا قيمة مضافة، ينجموا يجيبوا لنا مئات الآلاف من الطلبة الأفارقة يمولوا البلاد هذه ويعطوها بعد وصداقة. كيف الوضع الصحي متاعنا قادرين باش نطوروه، نستقطبوا مئات الآلاف من المرضى من كل مكان. هذه السياحة الصحية رفيعة جدا. السياحة الاستشفائية، السياحة الثقافية. بلادنا في قلب العالم، علاش نحن ما يكونش عندنا أحسن شركة طيران في العالم؟ نحن في قلب العالم وما يكونش عندنا أحسن مطارات. علاش مطارنا بالضعف هذا؟ شبينا؟ المفروض نعطي لخدماتنا ولصحتنا ولزراعتنا ولتعليمنا قيمة مضافة، لأنه هذاك هو نضيف للأرض اللي أعطاها لنا ربي مع الذكاء، حيث البترول مع الذكاء والفوسفات مع الذكاء والزراعة مع الذكاء. عنصر الذكاء وين هذا؟ طيب، كيف هي العلاقة اليوم بين السيد رئيس مجلس نواب الشعب والسيد رئيس الحكومة؟ جيد. علاقة تشاور؟ هي علاقة تشاور وعلاقة تعاون تفاهم. وكيف هي العلاقة مع السيد رئيس الجمهورية؟ هي كذلك، هي علاقة تفاهم، لا يمكن ما أقلش من 15 لقاء يعني عبر هذه السنة، يعني بمعدل لقاء شهري مع السيد الرئيس، وكلها كانت لقاءات هادئة ومثمرة وفيها تفاهم وفيها ود، يعني لم يحصل بيننا أي ما يعكر الصفو يعني. ولكن في خطاباته السيد رئيس الجمهورية تحدث في كثير من المرات على أن هناك صراع سياسي يلقي بظلاله ويعرقل أداء رئاسة الجمهورية. أنا لم أعتبر نفسي يوما معنيا بذلك، يعني لم أعتبر نفسي. ليش نحط روحي فما نقاط أخرى معني فيها؟ ليش نحط روحي محل شبهة؟ فما نقاط أخرى رئيس مجلس النواب هو اللي معني فيها. يكاد المريب وأن يقول خذوني المريب، أنا مش مريب. ليش نحط روحي محل؟ طيب، عاود نجيك للنقطة هذه السيد رئيس المجلس. تحدث السيد رئيس الجمهورية عن مؤامرات وصفقات تعقد في الغرف المظلمة في كثير من خطاباته. تحدث أيضا عن تآمر حتى وصل مع... أنا لست معنيا لأنه الدار متاعي فيها ضوء ما في مشكلة، ليست مظلمة. طيب، والناس يدخلونها أمام الحراسة بحيث ما ثمش حتى شيء
مظلم، ما ثماش حتى شيء سري، ما ثماش. الأمور واضحة يعني. احنا في نظام ديمقراطي ليله كنهاره. ما صار من اتفاقات بين كتلة النهضة وكتلة قلب تونس اللي على أساسه تم منح ثقة للحكومة؟ هذه اللقاءات تتم في البرلمان وتتم في المراكز معنا الأحزاب، ما أي شيء، وتتم في البيوت المضيئة مش المظلمة. طيب، رئيس الجمهورية هذا أنا لم أعتبر نفسي معنيا بهذا يعني بهؤلاء المتآمرين، لأنه لست متآمرا، ولذلك ليش نحط روحي في محل شبهة أنا. طيب، ولقاءاتي مع الرئيس كلها كانت لقاءات ودية وفيها تفاهم وفيها احترام متبادل في الحقيقة. ما طيب سيد رئيس المجلس، زاد ما ننكروش أنه رئيس الجمهورية في كل الخطابات أو في أغلبها ما ينفك يذكر بأنه هناك رئيس دولة واحد، ما فماش 3 رؤساء. وهنا يبدو أنه المعني بهذا بهذا الكلام هو السيد رئيس مجلس نواب الشعب. ونحن نصدقه، ثم رئيس واحد للدولة. الدولة ما لها زوز رؤساء، عندها رئيس واحد. طيب ما كيفاش نسألك السؤال الثاني؟ تو انت اجبت على السؤال سيد الرئيس. نعم. لماذا هذا الانزعاج؟ توزيع السلطات، نعم. لماذا هذا الانزعاج؟ نظامنا قائم على توزيع السلطات، ولكن الدولة لها رئيس واحد يعني. الدبلوماسية البرلمانية، ألم تزعج رئيس الجمهورية في كثير من المرات أن السيد راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب له تحركات ومواقف دبلوماسية بالنسبة له ربما موازية للدبلوماسية الرسمية، أو قد تظهر للبعض أن هذه محاولة في افتكاك دور الدبلوماسية أو سحب البساط من تحت الدبلوماسية التونسية؟ على كل حال أنا سافرت عدة سفرات وما حصلش أن السيد الرئيس يعني أشار إلي إشارة واحدة إلى أنه هذه السفرات تناقض القانون وإلا تسيء إلى تونس. نحن في خدمة تونس، ونحن ناقصين دبلوماسية الآن، والدليل على ذلك أن الزيت ما لقيناش كيفاش نوزعوه، قاعد في الماجن نتاعو، وعندنا سلع وعندنا دقلة مش لاقيين نبيعوها. معنى ذلك الدبلوماسيين نتاعنا، مع التحية لهم والتقدير لهم، ما عندناش دبلوماسية اقتصادية. مفروض كل سفير نحاسبوه شنو هي الاستثمارات اللي جابها لنا، شنو هي الأسواق اللي فتحها لنا، بحيث نحتاج إلى دبلوماسية برلمانية ودبلوماسية شعبية ودبلوماسية ثقافية ودبلوماسية رسمية. نحن الأصل أنه نحن لا يناقض بعضنا بعضا، وإنما نحن دولة واحدة يدعم بعضنا بعضا. فما يقوم به المثقف التونسي في التعريف بتونس لا يمكن أن يقوم بها رئيس الدولة، وما يمكن أن يقوم به السينمائي التونسي أيضا لا يمكن أن يقوم بها رئيس البرلمان، وهكذا. تونس أهم شيء في تونس هو السلطة الناعمة. ينبغي أن نضخم دور السلطة الناعمة في تونس، لأنه ما عندناش لا ذهب ولا حتى البترول شوية. مع قوتنا الأساسية، رأس مالنا هو القوة الناعمة، هو الثقافة، هو صورة تونس في العالم، هو الديمقراطية، هو الانفتاح والتقدم العلمي والتقني، وأن تكون لنا مراكز تعليمية متفوقة ومراكز صحية متفوقة. هذه قوة تونس، وهذا عبقرية المكان كما يقول بعض الجغرافيين. يعني لازم نعبر على عبقرية المكان هذا التونسي، اللي أنت تمشي من الشمال للجنوب تلقى طبقات حضارية، طبقة وراء طبقة. معناه كل من سكن هذه البلاد أنتج الحضارة. بكن جيلنا نحن مش ينتج. أنت عندك علاقات دولية كبيرة برشا السيد الرئيس. نعرف اللي انت تستضاف معناها كل سنه لمنتدى دافوس، اللي هو منتدى مهم جدا جدا جدا، ويتم توجيه دعوه ليك في شخصك. نعرف ايضا انك في 2021 ستترأس اتحاد برلمانات الدول المنضويه تحت منظمه التعاون الاسلامي، اللي فيها تقريبا هو اكبر تجمع برلماني في تقريبا 56 دوله، اضافه الى علاقات مع بعض دول الشرق وغيرها. كيفاش ممكن تستثمر علاقاتك هذه اولا باش تفيد الدبلوماسيه التونسيه، ثانيا دون الدخول في صلاحيات رئيس الجمهوريه، باش ما توليش فما انزعاج من هذه التحركات؟ وقت الناس
العمل السياسي والعمل الاقتصادي يقوم على مبادئ، منها مبدأ الثقة. عندما يثق الناس بعضهم ببعض الأمور تولي سهلة. وعندما نتعامل مع بعضنا بمنطق المؤامرة، أنه ثم مؤامرة أو ثم كل سلوك، كل حجرة تحت عقرب، ما تمشيش الأمور يعني. لذلك يحتاج التوانسة إلى أن يثق بعضهم ببعض، وأن تكون تونس فوق الجميع، وأن تكون تونس فوق الأحزاب، وأن نكون كلنا في خدمة بلادنا، لأن بلادنا ما تنجم تنهض إلا بهذا. الليبيين إخواننا صار لهم يتعاركوا 7-8 سنوات، ما سمعناش مجاعة في ليبيا. بينما في تونس لو يقع فيها نهار واحد مما يقع في ليبيا، التوانسة يأكلوا بعضهم بعضا، لأن ما عندناش مورد إلا عرق جبيننا. ولذلك مطلوب الأمن ومطلوب السلم ومطلوب الناس كل تتعاون مع بعضها، ومطلوب أن تخلصوا من نزعة الإقصاء والكيد بعضنا لبعض. مختلفين نعم، ولكن في مجتمعين في حب تونس وفي العمل لمصلحتها. الحوار الليبي اللي باش يصير في تونس، وانت تحدثت عن الشقيقة ليبيا، باش يكون حوار مهم جدا، وتونس باش تكون تستدرك دورها في هذا الحوار وفي الملف الليبي. أحسنت. شنو باش يكون، كيفاش باش يكون ممكن يكون دور السيد رئيس مجلس نواب الشعب وتونس في هذا الحوار؟ ثماش أقرب شعبين لبعضهما من التوانسة والليبيين. هناك من يقول أنه ثلث التوانسة من أصل ليبي، لأن ليبيا تونس كان فيها موارد رزق كبيرة، والليبيين كانوا يستوطنوا تونس. ولذا كان أكثر لقب يضم تحته ناس هو لقب الطرابلسي فيه. صحيح. وين تمشي في كل بلدان تونس تلقى هذا اللقب، وتلقى المدن الليبية كلها ما يدل على الانتساب إليها، الطرهوني والزاوي والبرقي إلى آخره. المهم أن تونس كانت مؤهلة لأن تكون رقم واحد في مساعدة الليبيين على تجاوز محنتهم، ولم تفعل، وهذا تقصير منا نحن التونسيين. ونحن اغتصنا في الخلافات الليبية وكأنه المعركة تجري في تونس ولا تجري في انتقلت إلى ليبيا، بينما المفروض أن نحن نتعامل مع ليبيا بلسان واحد، هو كيف نطفئ الحريق الموجود في ليبيا، لأنه ما ثماش اقتصاد في تونس في الحقيقة بدون تعاون مع ليبيا. أنا تقديري مانيش اقتصادي، ولكن تقديري بأنه 30%، 20، 50، 40% من مشكلاتنا حلها في ليبيا، ومشكلات ليبيا حلها في تونس أيضا. يعني السوق الطبيعي، أنا لما نشوف الدقلة الآن في رسوماتها في جريد نحزن على الناس. هذا جريدي عام كامل هو ينظر في النخلة هذه، ينتظر فيها وقتاش نهار اللي جات ويصرف عليها، نهار جات الثمرة ما يلقاش وين يبيع. علاش؟ لأنه كانوا الليبيين يجوا يخرسوا، معناها الثمرة ما زالت خضراء، يخضرها في عراجينها. الآن وأنا قاعدة غاديكا لأنه راس جدير مسكر. علاش راس جدير مسكر؟ لأنه ثم الكورونا صحيح، لكن ثم في النهاية تعمل بروتوكول صحي، لكن البروتوكول الصحي ما ثماش سرعة في تطبيقه، ما ثماش سرعة في حلان المعبر. ولذلك الرمان متاع قابس ومارث معناها قاعد خمر، والدقلة كيف، والنجاص متاع سبيبة قاعد، ومجن الزيت قاعدة مليانة، لأن أسواقنا الطبيعية، السوق الطبيعي الأول ليبيا مسكر. طيب. وعلاش مسكر؟ لأنه السياسيين ما قاموش بما يكفي من مساعدة الشعب الليبي على تجاوز محنته وعلى التعاون الوثيق. لازم هالمثلث هذا، مثلث تونس الجزائر ليبيا، لازم يقع تفعيله كنواة أولى، كحجر أصلي لإعادة بناء حلم المغرب العربي، لأن مشاكلنا مش ممكن تنحل في إطار تونس فقط. في تونس الآن إذا أنتجنا ما نلقاوش من نبيعه، حيث إذا سحت بي كما يقولوا، إذا صبت بي إما ما ننجوش، وإذا أنتجنا نلقاو مصانع الدجاج متاعنا الآن تخدم بنسبة 30%، لأنه ما عندناش وين نبيعه.
لازم دعم المنتوج التونسي نعم. وترشيد التوريد. والترشيد التوريد والترشيد التصدير. طيب، هل رئيس مجلس نواب الشعب بعلاقاتك بالطبيعة الخاصة مع الأطراف الليبية ممكن يكون عندك دور في الطرف التونسي إن شاء الله في هذا الحوار؟ يجب أن يكون وأنا لا كل الأطراف الليبية زاروني في بيتي وزاروني في الحزب، وهم ينظرون بإعجاب لتجربة التوافق في تونس ويتمنون علينا أن نساعدهم. ولكن هذا الموضوع موضوع الدولة ومؤسسات، يعني عندما تصل الأمور إلى مستوى معين الدولة هي التي تتكلم، يعني هي التي تنجز، هي التي تمثل تونس وليس غيرها. يعني طيب، الدولة ممثلة في وزارة الخارجية، في الرئيس. واضح، مفهوم. أنا تقريبا خذينا أكثر من الوقت المحدد للحوار، ولكن هذا الحوار على أساس السيد رئيس مجلس نواب الشعب الأستاذ راشد الغنوشي ما نجمش ما نسألكش كرئيس حركة النهضة. سيد رئيس، لازمني نسألك لأنه ملف الساعة ومواضيع الساعة. اليوم ما يحدث داخل حركة النهضة فاجأ المتابعين للمشهد السياسي، فاجأ لأنه هناك متناقضات كثيرة فيما يحدث، وتسارعت الأحداث أيضا من قيادات صف أول اللي فيهم كثير كان مقرب جدا 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 للأستاذ راشد الغنوشي وكان مدعوما بشكل خاص ومباشر منه. هؤلاء في عريضة المئة يدعون السيد راشد الغنوشي رئيس الحركة إلى التنحي عن رئاسة الحركة في المؤتمر القادم. رغم هذه الدعوات ورغم هذه العريضة وهذه المواقف، إلى حد الآن ما ريناش رد واضح ومباشر من الأستاذ راشد الغنوشي رئيس الحركة. ما هو رد الأستاذ راشد الغنوشي رئيس الحركة على هذه العريضة وعلى هذه الدعوة؟ أنت مصر على هذا السؤال يعني. والله ما نجمش ما نسألك السيد الرئيس. مكانه الطبيعي مش مكانه الطبيعي في مونبليزير. اي، لكن خروجك للاعلام معناها وين سيد الرئيس؟ فما فرصه باش تجاوبنا عليه. مانيش باش نغير طبائع الامور. يعني هذا الحديث هو خاص بالمجلس، واجيبك على خاطرك، يعني اجيبه باختصار. شكرا لك. هذه الخلافات بينة، والنهضة أرى بشر من البشر، أنه حزب من الأحزاب يسري عليه ما يسري على بقية المنتوج التونسي السياسي. فالنهضة هي منتوج تونسي، والدليل على ذلك خلافاتها. كما بقية الأحزاب فيها خلافات، نحن نقدر بأنه عندها بعض الخصوصيات إذا صحت سوف تخرج من هذه الخلافات سليمة إن شاء الله. النهضة حزب سياسي يدار بمؤسسات، وعندما يجتمع مجلس الشورى أحيانا تكاد القلوب تتوقف تنتظر بماذا سيصرح. فإذا أتاك من يحدثك بأنه النهضة ما فيهاش مؤسسات هو يخالف الحقيقة ويحقر إخوانه في هذه المؤسسات. هذه المؤسسات تدار بالديمقراطية، تدار بحسب قوانين مضبوطة تنظم أعمالها، ومن ذلك مؤسسة مجلس الشورى، مؤسسة المؤتمر، اللجان التي تفرز الآن للإعداد المؤتمر. وعلى ذكر المؤتمر أنا لم أدعو ولست داعيا لتأجيله، بل راغب في أن ينعقد في وقته المحدد، لأنه هذاك هو الأصل ينعقد في وقته. الجانب الثاني أنه أنا حتى الآن ما رشحتش نفسي لأي موقع، حيث سابق لأوانه أن يرى أني باش نرشح نفسي لرئاسة الجمهورية ولا لرئاسة الحركة. أنا ما رشحتش نفسي لأي موقع من هذه المواقع. وتاريخيا أنا انتخبت مرتين لرئاسة الحركة في غيابي أصلا، لأنه الظروف الأمنية ما كانت تسمح بحضوري. وعلى كل حال أنا لم أرشح نفسي، وما عنديش نية حتى الآن لترشيح نفسي لرئاسة الحركة ولا لرئاسة أخرى. ما تماش هذا ورئاسة الدولة ما زال مبكرا، ما زال قدامنا 4 سنين تعيش فيهم ناس وتحيوا ناس، وما نعرفوا الكورونا باش تخلي شكون باش تخلي وشكون باش تهز.
بكل صدق عندك إحساس بالألم تجاه ما قاموا به القياديين هؤلاء اللي أنت تعتبرهم أبنائك يا سيدي؟ عندك إحساس بأنه هذا فيه نوع من الجحود والنكران اللي أنت قمت به تجاههم؟ كل حال إخواني مارسوا حقوقهم في الرأي، كما حرية الرأي ومش جديد في الحركة، خلاف ما يظن مش جديد كونه فيها آراء مختلفة. الشيخ عبد الفتاح عنده رأي وأنا عندي رأي وغيرنا من الحبيب اللوز عنده رأي، وهذا ما هوش كوبي كونفورم كما يقولوا، ما هوش نسخ متطابقة، وإنما كل واحد عنده شخصيته. ولكن مجتمعين حول الإسلام الديمقراطي، مجتمعين حول قيادة المؤسسة وسلطة القانون، ومختلفين بعد ذلك. مختلفين مثلا موضوع سياسة التوافق التي بدأت بلقاء باريس، والتي توجت بتوقيعها على خارطة الطريق التي أخرجت النهضة من الحكومة. ما كانش محل إجماع في النهضة. سياسة التوافق ظلت باستمرار موضوع اختلاف. صحيح الغالبية مشات مع هذا الاتجاه، ولكن بقيت أقلية لا ترى نفسها. استمرت حتى لحكومة الفخفاخ، ثم ناس يروا بأنه اللقاء هو مع حركة الشعب والتيار، وآخرون يرون أن اللقاء هو مع قلب تونس ومع الكرامة ومع كتل برلمانية أخرى. فهذا اختلاف في الرأي السياسي. إذا أنا شو جديد أمال؟ إذا كانت الخلافات قديمة في النهضة، ما الجديد؟ الجديد هو أن الخلافات هذه خرجت للإعلام، وهذا يؤلمني، أنه أصبح البعض يستقوي على بعض بالإعلام، والإعلام وجدها يعني أبلغني المسؤول الإعلامي أن 60% من النقاش السياسي من اهتمام في الإعلام اليوم تحوم حول النهضة. هذا جيد كون النهضة تستقطب هذا، ولكن هذا الإعلام جوهره أن النهضة حالة مرضية، وأنها في طريقها إلى مصير مشابه لمصير النداء. تقديري بأنه هذا النقاش ينبغي أن يعود إلى بيت النهضة، أن يعود إلى الداخل، وأن مصدر الشرعية في النهضة ما هو الإعلام. مصدر الشرعية في النهضة هم منخرطوها هم الذين يحققون، هم مصدر الشرعية. مصدر شرعية المؤتمر هم المؤتمرون، ومصدر شرعية مجلس الشورى هم أعضاء مجلس الشورى، وهكذا يعني. فإذا عدنا بخلافاتنا إلى مصدر الحسم فيها إلى مؤسسات الحركة، يعني نكون قد نجونا من هذا مطب الذي مر به أكثر من حزب. ولكن على كل حال أنا كل تقدير واحترام لكل أبنائي وإخواني، ومن حقهم أن يكون لهم رأي في بقايا رئيسهم من ذهب، وهذا من حقهم، يعني مش كفر هذا. طيب، فيما تبقى من ثوان باش نسألك 3 أسئلة بأسلوب برقي سيد رئيس المجلس، ورجائي أنك تجاوبني عليهم بإيجاز. السؤال الأول يتعلق بالانتخابات الأمريكية ونتيجة هذه الانتخابات. هل برأيك ستؤثر نتيجة هذه الانتخابات أولا على الوضع الاقتصادي والشأن العام في تونس، برغم اللي إلى حد الآن ترامب ما زال لم يعترف أو رافض أن يعترف بفوز بايدن؟ وكيف ترى نجاح بايدن؟ هل سيغير هذا من ملامح الكبرى للسياسات الأمريكية في العالم وخاصة في الشرق الأوسط؟ أنا أعلم أن دعم تونس هو خيار سياسة أمريكية، ما هي سياسة حزب، هي سياسة دولة. الدولة الأمريكية تدعم الانتقال الديمقراطي في تونس، وترى فيه أنه أقل كلفة من غيره. وبالتالي فتونس بقطع النظر عن من نجح أو من سينجح ستظل مدعومة أمريكية، خاصة بعد الترتيبات التي توضع لليبيا اليوم. هذا زادت من المكانة الاستراتيجية لتونس دولية. أصبحت تونس البوابة الرئيسية نحو ليبيا، وليبيا اليوم ماشية في طريق السلم لا محالة إن شاء الله. إن شاء الله ماشية، وبالتالي ثم تعمير من سيعمر ليبيا،
هناك زحف اليوم نحو ليبيا، مش بالدبابات وإنما زحف بالشركات، وستكون تونس منطلقا لهذه الشركات الدولية التي ستتولى تعمير تونس، وهذا حظ لتونس يعني ينبغي أن تستفيد منه. إذن كونه يجود ديمقراطيين هذا أحسن يعني بطبيعة الحال، يعني هذا ستزكى هذه السياسة ونجاح الديمقراطيين. رغم هناك سياسة أمريكية في العالم يقودها البنتاغون بقطع النظر عن الأحزاب، ولكن على كل حال السياسة ما تحددش معناها بالكبير، تحدد بالأشياء بالجزئيات، الجزئية صغيرة. فهناك تحول، مجرد كون نجاح الديمقراطيين هو رسالة إيجابية للديمقراطيين في العالم، يعني هو يصنع نوع من المزاج المحبذ للديمقراطية في العالم، وهذا نعتبره إيجابي يعني. طيب، السؤال الثاني سيد الرئيس هو يتعلق بحادثة نيس. بالطبيعة أسباب هذه الحادثة اللي هي الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للرسول الكريم، وبالطبيعة إصرار بعد ماكرون في خطابه على أنه يدافع على حرية التعبير وحرية الرسوم الكاريكاتورية، ثم المقاطعة التجارية للسلع الفرنسية اللي اضطرته أو ألزمت رئيس الجمهورية أنه يخرج في حوار على قناة الجزيرة. أنا نحب رأيك، ويهمني رأيك كرئيس مجلس نواب الشعب وكالأستاذ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة. أحكام سب النبي صلى الله عليه وسلم في كتب الفقه العام تختلف من الإمام عبد الله سحنون في 265 هجري، القاضي عياض المالكي، ثم السبكي الشافعي، وابن تيمية في 700 هجري. تختلف هذه الأحكام، ولكن هناك من يعتمدها في الحكم بالقتل أو الذبح لمن يسيء للرسول الكريم. أيضا جاءت آيات قرآنية منها تتحدث في كتاب الله العزيز عن عدم الإيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم. بين حرية التعبير وبين عدم انتهاك هذه المقدسات، كيفاش تصنف هذه الرسوم الكاريكاتورية، وكيف تصنف أيضا ردة فعل رئيس جمهورية فرنسا؟ كل حال بدءا نحن عبرنا باسم مجلس نواب الشعب، عبرنا عن استنكارنا للجريمة الفظيعة التي ارتكبها شاب تونسي هامشي للأسف، ومعنا حتى دفاع عن هذه الجريمة، يعني معنا إلا الإدانة، وإدانة مطلقة، لأن النفس في الإسلام محرمة إلا بحقها. هذا ومن قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا، ربي قال، ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. حيث هذا السيد الأستاذ اللي قطع رأسه يمثل البشرية كلها، فالاعتداء عليه اعتداء على البشر كلهم بقطع النظر عما أتاه، بقطع النظر. هذه جريمة تدان. الجانب الآخر حرية التعبير وعلاقتها باحترام المقدسات. نحن في المادة السادسة في مادة من دستورنا، مادة عظيمة عملت توفيقية جيدة بين حرية الضمير وما بين الاحترام المقدسات. فالنظام، ونحن نعتبر أن كل بلاد عندها أرطالها كما يقولوا، كل بلاد وأرطالها، كل بلاد عندها ثقافتها وتحترم ثقافتها. ثقافتنا نحن الإسلامية يعني تقوم على التوفيق بين حرية الاعتقاد وما بين الدفاع عن المقدسات وحرمة إقامة الشعائر. ولذلك نحن نعتبر أن الميل نحو أحد الطرفين هو إخلال بالمعادلة. ينبغي الدفاع عن حرية التعبير وحرية الضمير وحرية الاعتقاد، وفي الوقت نفسه ينبغي يعني توفير سامحني نفس الحق. سيد الرئيس، أنت ككاتب ومفكر أنت كتبت كثير من الكتب في هذا المجال. أنت كانت عندك أطروحة الدكتوراه في مجال الحرية العامة في الدولة الإسلامية، كتبت على حقوق المواطنة، كتبت على مقاربة العلمانية في المجتمع المدني، كان عندك توصيف واضح ومباشر على مسألة حرية التعبير. هل هذه الرسوم تندرج ضمن حرية التعبير؟ أنا لا أعتبر أنها مندرجة ضمن حرية التعبير، وإنما مشروع لإشاعة عدم احترام الناس بعضهم ببعض، لأن المجتمع الفرنسي مجتمع متعدد،
ما عادش المجتمع التقليدي، هو مجتمع متعدد الديانات، والمجتمعات الغربية كلها الآن والمجتمع العالمي كله متعدد الديانات ومتعدد الأعراق، وبالتالي لا نستطيع أن نتعايش إلا باحترام بعضنا بعضا. فرنسا تقول عندها تاريخها قام على غير ذلك، خلافا للمجتمعات الغربية الأخرى. هذا شأنها، ونحن ندافع عن حرية التعبير وحرية الضمير في تونس وفي كل مكان، وكل اعتداء على أحدهما وعليهما معا مدان. طيب، ننهي حوارنا هذا ولقائنا هذا سيد رئيس مجلس نواب الشعب بكلمة أخيرة أو رسالة أخيرة تحب توجهها، لشكون تحب توجهها وما هي هذه الرسالة؟ قول للتوانسة بنائي وبناتي أنه أنا أراكم تواجهوا الآن في تحدي كبير، التحدي الصحي. هذا التحدي اللي هو تحدي للحياة، الحق في الحياة هو أولى الحقوق بالرعاية. ينبغي أن نواجه هذا التحدي صفا واحدا يدا واحدة بثقة كبيرة أنه نحن باش نتغلبوا على الآفة هذه كما تغلب آباؤنا وأجدادنا على الطاعون عافاكم الله، باش نتغلبوا على الكورونا. وبالتالي مطلوب أنه مزيد من الالتزام بالبروتوكولات الصحية، لأنه حتى الآن ما ثماش دواء آخر، وأنه نحافظ على بعضنا، نحافظ عليك وتحافظ علي، وأن نلتزم بهذه البروتوكولات الصحية، ونعمل على أنه الآلة الإنتاجية بتاعنا ما تطيحش، مصانعنا وشركاتنا وما نأيسوش، وندرك بأنه غدوة خير. معنا الآن تسريح الفانا هو علامة إيجابية، والفانات كلها لازم تتسرح. برشا فانات في تونس تحتاج للتسريح، لازم نسرحوا الفانات. برشا عقول تحتاج باش تنطلق إبداعات. شباب الطلبة في سوسة، طلبة الأطباء معنا عملوا اختراعات، تجهيزات صحية كنا نستوردوها نحتاج استيرادها، صنعوها. العقل التونسي عقل مبدع، ولذلك لازم نشجعوا الإبداعات ونثق في المستقبل، ونثق قبل ذلك وبعده بأن الله سبحانه وتعالى ما يضيعناش. هذه البلاد فيها بلاد شهداء، فيها مناضلين، فيها ناس رفعوا راية الحرية في العالم، ما هوش باش يضيعها ربي سبحانه وتعالى. بلاد جامعة الزيتونة مش باش تضيع إن شاء الله، بلاد عقبة وبلاد الشابي مش باش تضيع. شكرا لك سيد رئيس مجلس نواب الشعب الأستاذ راشد الغنوشي على هذا الحوار وعلى كل هذه المعلومات. شكرا لك مشاهدينا، إلى لقاء قريب إن شاء الله، نقول لكم صباح الخير وبسلامة.